قلت له أنا مش مصدقة اللي سمعته. يعني إيه هتتجوز عليا؟ أنت بتهزر أكيد. رد عليا بلا مبالاة وكأن اللي بيقوله حاجة سهلة، ولقيته بيقول لي لا مش بهزر، أنا بتكلم جد. وكلمت أهل العروسة ووافقوا. قلت له بانهيار أنت اتجننت أكيد، بعد 20 سنة جواز عايز تتجوز عليا؟ ده بنتنا اتجوزت وخلفت فوق يا سامح، أنت نسيت إن أنت جد ولا إيه؟ رد عليا الرد اللي بيقوله أي زوج في الوقت ده، أنت هتحرمي اللي ربنا محلله. قلتلك هتجوز يعني هتجوز. قلت له يبقى اتطلقني وسبته ومشيت. حسيت إن الكلام معاه مش هيجيب نتيجة، هو خلاص واخد قراره. رحت بيتنا ومعايا شنطة هدومي، وقرار الطلاق بالنسبة لي بقى قرار نهائي. لما دخلت بشنطتي بابا وماما بصولي باستغراب، ولقيت ماما بتقولي بقلق في ايه يا بنتي؟ خير؟ كنت بفكر إني محكيش حاجة وأخبي زي ما كنت بخبي أي حاجة بيعملها فيا، بس المرة دي مش هينفع أخبي أكتر من كده. خلاص أنا هتطلق فعلا. فقت من سرحاني على صوت بابا بيقولي قوليلي يا بنتي في ايه؟ حكيت لهم كل حاجة، ما كانش ينفع أخبي، خصوصا إن أخدت قرار الطلاق خلاص. طبعا بابا وماما كانوا هيتجننوا، ولقيت بابا بيقولي بصدمة أكيد بيهزر معاكي يا بنتي، اصبري بس لما نتأكد. مستحيل سامح يعمل كده، ده انتي وقفتي معاه لحد ما وصل اللي هو فيه دلوقتي. معرفتش أرد عليه وأقول له إيه. دخلت أوضتي وانهارت من العياط، مش قادرة أصدق اللي بيحصل لي. أنا أسماء وعندي 38 سنة، متجوزة من 20 سنة، كان عمري وقتها لسه 18 سنة. أنا وسامح كنا جيران، بس ما كانش لينا علاقة ببعض. بمعنى أصح جوازنا كان جواز تقليدي، بس مع الوقت بقى هو كل دنيتي. حياتنا كانت هادية وعادية، بس للأسف مفيش حاجة بتدوم. والد سامح توفى، وبعد وفاته بشهر اكتشفنا إنه بايع كل ممتلكاته، ومن ضمنهم الشقة اللي احنا عايشين فيها. كانت صدمة بالنسبة لي، ما كناش عارفين هنعمل ايه ولا هنروح فين. سامح لقيته بيقولي أسماء أنا مش هجبرك تعيشي معايا، أنا دلوقتي ما بقاش عندي مكان أعيش فيه أنا نفسي، مش عارف هعيش فين، فلو عايزة تتطلقي وتعيشي حياتك أنا مش هبقى زعلان منك يا بنت الناس. رديت عليه وقلت له اوعى تقول كده يا سامح، أنا معاك ومش هسيبك مهما حصل. لقيته بيقولي أسماء الموضوع مش سهل، أنا مش موظف ولا عندي شقة، أنا حيالله بشتغل نقاش، والناس اللي عارفاني هم اللي بيطلبوني، مش ضامن لما أروح مكان تاني هلاقي شغل ولا لأ. رديت عليه بحب وقلت له مش هسيبك ومعاك يا سامح. وفعلا رحت معاه محافظة تانية، أجرنا أوضة نعيش فيها، وسامح دور كتير قوي على شغل، بس للأسف ما كانش بيلاقي، وده كان مخليه دايما متعصب. كنت بستحمله ودايما بقوله صدقني مش هتفضل كده، ده اختبار من ربنا يا سامح. وطال بينا الحال، ومازال سامح مش لاقي شغل، وكل الفلوس اللي معانا خلصت. قررت ان انا اللي ادور على شغل، بس برضه ما لقيتش. استمريت ان ادور وما يئستش، وفعلا لقيت شغل. بقيت بدرس للاطفال في الحضانة، وعلى الرغم اني مش خريجة كلية بس نجحت جدا مع الاطفال، كانوا بيفهموا مني ومستواهم بيتحسن بطريقة ملحوظة. وما اكتفيتش بشغلي في الحضانة بس، ده أنا كمان بقيت أعمل أكل وأبيعه للجيران، والحمد لله المستوى المادي اتحسن، وربنا كمان كرمني أنا وسامح بشاهندة وش الخير. ومع الوقت حسيت إن سامح بقى متضايق إن أنا اللي متحملة كل حاجة في البيت. قلت له خلاص يا سامح ما تزعلش، خد دهبي وبيعه، وبفلوسه اعمل مشروع، ولو ربنا كرمك ابقى رجحهولي. في البداية كان معترض، بس بعد كده خد الدهب وعمل محل كبير لبيع جميع الدهانات. ومع الوقت بقينا نطور في المحل، وسامح بقى معروف إنه نقاش شاطر، وبقى يجيله شغل كتير قوي. كان بيروح شغله وأنا أقف في المحل بداله باقي اليوم. كنت بحس بتعب، خصوصا إني بقيت بشتغل أكتر من شغلانة، الصبح في الحضانة والظهر في المحل، والمغرب بعمل أكل، وأوقات كمان بدي دروس. الحمل زاد جدا، بس كنت بداري تعبي.
وأقول وماله، ده جوزي ولازم أقف معاه، وكمان عشان بنتنا نعمل لها مستقبل كويس وحياة كريمة. ومع الوقت عملت حضانة لحسابي الخاص، وبقت الحضانة شغالة الصبح، وبقى مركز تعليمي بعد الظهر. وسبنا الأوضة وبنينا بيت كبير في بلدنا، وعملت هناك حضانة ومركز، وبقيت أنا اللي بديرهم. والحضانة التانية والمركز مازالوا مفتوحين، بس صاحبتي هي اللي مسؤولة عنهم. اقترحت على سامح إنه يشارك أخويا في تجارته. في البداية كان رافض وقال لي إنه ملوش في التجارة، لكن رديت عليه بحماس وقلت له ما تجرب يا سامح، ولو خسرنا يبقى تجربة وفشلت، ولو كسبنا هتكون فتحة خير علينا. وافق سامح وشارك أخويا وأصحابه في مجال التجارة، وعشان فلوسه كانت قليلة بالنسبة لهم بقى هو ليه النسبة القليلة. بس أنا طبعا اعترضت وجبت فلوسي واديتها له، وقلت له لازم نشارك بنسبة كبيرة. والحمد لله كسبنا وتجارتنا زادت، واستمرينا مع أخويا واشترينا بدل البيت 2 و3. وبقيت أقول لسامح بيع واشتري، العقار بيزيد تمنه كل يوم. وفعلا بقى يبيع وبيشتري. وتجارة العقارات نقلتنا نقلة غير متوقعة، وبقينا من كبار البلد. وكبرت شاهندة وبقى عمرها 10 سنين، وبقت دايما تقولي ماما هو أنا ليه ماليش إخوات؟ كلامها أثر فيا جدا. وكمان سامح طلب مني إن احنا نروح للدكتور. رحنا وعملنا الفحوصات والتحاليل، وطلع ما عنديش مشكلة. وسامح كشف، واللي اكتشفناه إنه للأسف جاله مرض نادر بعد ما خلفنا شاهندة يمنعه تاني من الخلفة. عمل عملية، بس ربنا ما أمرش إنها تنجح. ما انكرش إني زعلت، بس ما اعترضتش. عمري ما اعترض على أمر ربنا. وساعتها جالي سامح تاني وقال لي يا بنت الناس اتطلقي وعيشي حياتك لو نفسك في طفل تاني. ابتسمت وقلت له انت اكيد بتهزر، بقى بعد العشرة دي كلها اسيبك؟ مستحيل، ده انت وشاهندة عندي بالدنيا. حضني وقال لي انا بحبك يا اسماء، انت زوجة مفيش زيك في الدنيا دي. ومرت السنين وكبرت شاهندة وبقت عروسة. اخويا عرض عليا يجوزها لابنه، بس انا رفضت. قلت له مش عايزة اجوزها صغيرة زي ما انا اتجوزت. بس اكتشفت ان شاهندة بتحب عمر ابن اخويا، عشان كده وافقت. واقنعت سامح انه يوافق على جواز شاهندة من عمر، بس يشرط عليه انه يخليها تكمل تعليمها وهي متجوزة. واتجوزت شاهندة وفضي علينا البيت انا وسامح. بس احنا شغلنا نفسنا بالشغل. اوقات كان بيبقى نفسي في طفل، وخصوصا ان لسه سني صغير، بس كنت دايما بقول الحمد لله. وفجأة لاحظت ان سامح ابتدى يتغير، تصرفاته، طريقته. بقى بيتكلم في التليفون كتير جدا وبيرجع متأخر. كنت بكذب نفسي لحد ما اكتشفت الكارثة. سامح بيحب وعلى علاقة بست أرملة وبيكلمها، واتفق معاها على الجواز. حاربت بكل قوتي عشان يسيبها، وفعلا سابها. بس بعد فترة جه وقال لي زي ما قلت لكم أنا عايزة أتجوز. قلت له أنا مش مصدقة اللي سمعته، يعني إيه تتجوز عليا؟ أنت بتهزر أكيد. رد عليا بلا مبالاة وقال لي لأ ما بهزرش، دي حاجة هعملها. وعلى فكرة أنا ببلغك لأني كلمت أهل العروسة ووافقوا. قلت له بانهيار أنت اتجننت؟ بعد 20 سنة جواز عايز تتجوز عليا؟ ده بنتنا اتجوزت وخلفت، ده انت جد وانت مش واخد بالك. رد بنفس المقولة اللي بيقولها كل الرجالة، انت هتحرمي حاجة حللها ربنا، هتجوز يعني هتجوز. وساعتها قلت له طلقني، ورحت لأهلي زي ما انتوا شايفين. فقت تاني على صوت خبط شديد على الباب، ولقيت بابا داخل عليا هو وماما، وملامحهم كلها حزن. ولقيتهم بيقولوا الحقي يا أسماء يا بنتي الحقي. رديت بقلق وقلت في ايه يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي جوزك ما طلعش بيهزر، وفعلا هيتجوز. كنت حاسه ان قلبي هيقف، وقلت في نفسي بقى معقول؟ هنت عليك يا سامح. فقت على كلامهم ولقيتني بقول لنفسي أسماء جمدي قلبك. وكملت كلامي وقلت لماما عادي يا ماما ما يتجوز، هو اختار وانا هتطلق. قالت لي طلاق بس ازاي يا بنتي؟ دخل بابا وقال لي خلاص يا أسماء هو هيتجوز، وانت اقعدي هنا فترة
وبعد كده ابقي ارجعي بيتك يا بنتي. رديت عليه بحزن وقلت له ابدا يا بابا، مستحيل ارجع تاني. ارجع ازاي بعد ما اتجوز عليا؟ لقيته بيقول لي يا بنتي ده شرع ربنا، مثنى وثلاث ورباع. رديت عليه وانا كلي ألم، بس شرع ربنا بيقول ان لازم الزوج يبقى عادل. قال لي ما هو هيعدل يا بنتي. قلت له والله بمنتهى السهولة يبيع مرات أم بنته اللي وقفت معاه العمر كله وكانت السبب في كل اللي وصل له. من رأيك إنه ممكن يعدل؟ وكملت كلامي وأنا بتألم وقلت له أنت ما شفتهوش وهو بيقول لي إنه هيتجوز؟ ولما قلت له لأ قال لي بمنتهى السهولة هتجوز يعني هتجوز. بعد إذنك يا بابا أنا لازم أتطلق. واتصلت على سامح وأنا بحضر هقول له إيه، وعندي أمل إنه هيشتريني ويشتري العشرة اللي بينا. في الأول كنسل عليا، وبعد دقايق اتصل بيا وقال لي اللي عمري ما هقدر أنساه. وقع التليفون من إيدي انهارت من العياط. حسيت إن الدنيا كلها بتلف بيا. صرخت بعلو صوتي، صرخت عشان حد يلحقني، ولقيت ماما بتقولي بلهفة وقلق مالك يا أسماء؟ ما كنتش عارفة أرد عليهم أقول لهم إيه. بابا شربني مية ولقيته بيقولي بلهفة طمنيني يا بنتي. قالك إيه؟ رديت عليه بحزن وقلت له قال لي بمنتهى القسوة لو متصلة عشان عايزاني أرجعك فمش هرجعك. أنا خلاص كتبت كتابي النهاردة ودخلتي خلال أسبوعين. خليكي عند أهلك لحد ما أرجع أنا وعروستي من شهر العسل وأبقى أجي أخدك. ما قدرتش أستحمل يا بابا، التليفون وقع من إيدي. وكملت كلامي وأنا منهارة مش هرجع له يا بابا، أبوس إيدك طلقني. عيطت أمي على حالي وحضني بابا وقال لي اللي انت عايزاه أنا هعمله، بس في البداية هنطلب الطلاق بشكل ودي، ولو رفض هنرفع عليه قضية. قلت له بكسرة طب ما نرفع القضية يا بابا من دلوقتي. رد وقال لي لا يا بنتي، ده مهما كان أبو بنتك وإحنا بنفهم في الأصول. حبيبتي شاهندة لما عرفت اتصدمت وحاولت تكلم باباها عشان تصلح بينا الأمور، بس للأسف سامح كان بايع جدا. طلبت منه الطلاق ورفض يرجع لي أي حاجة تخصني عنده. ما طلعتش غير بالحاجات اللي كانت باسمي، إنما شقى السنين دي كلها كنت بديهوله ورفض إنه يرجعهولي. استعوضت ربنا في اللي خده سامح وحمدت ربنا على اللي معايا، وحاولت معاه التاني وتالت ورابع إنه يطلقني لكن كان رافض. ولقيته بيقولي أنا مش هطلقك وهسيبك كده. عيطت بحرقة وقلت له ليه يا سامح؟ ليه عملت فيا كده؟ هو أنا عملت لك إيه؟ عملت إيه لكل ده؟ ده تمن عشرتي ليك وحبي ليك. ما ردش عليا وسابني ومشي بمنتهى السهولة. كان جوايا نار وكسرة، ما كنتش عارفة ليه سامح عمل كده. كنت بصلي وبدعي ربنا يجيب لي حقي منه. أنا ما قصرتش معاه في حاجة عشان يكسرني بالطريقة دي. ده ما كفاهوش إني اتجوز، لأ ده كمان رفض إنه يطلقني وقبل كل فلوسي اللي كانت معاه. رحت للمحامي وعملت له توكيل يرفع لي قضية خلع. في البداية بابا كان رافض وقال لي نرفع قضية طلاق، بس أنا صممت نرفع خلع، والحمد لله كسبت القضية. كنت حاسة بحزن شديد. معقول سامح ما بقاش في حياتي؟ على قد ما كان كسرني وطاعني في أنوثتي، على قد ما كانت صعبانة عليا عشرته، بس هو اللي باعني وباع عشرتي، الله يسامحه. رجعت شغلي وفي يوم رحت أخلص أوراق تخصني، قابلت محمد ابن عمتي. فرحت جدا لما شفته، هو كمان كان باين عليه إنه فرح قوي، ولقيته بيقول لي بمنتهى الفرحة معقول يا أسماء أشوفك بعد كل السنين دي؟ ابتسمت بخجل وقلت له ما أنت اللي كنت مسافر. قال لي بجراءة واديني رجعت يا ستي. محمد وصلني لحد البيت واتكلمنا كتير وضحكنا أكتر. أول مرة أحس بفرحة من زمان قوي ما حسيتهاش. محمد كان بيحبني من زمان جدا، بس بابا موافقش على جوازنا. أصل محمد كان قدامه أكتر من 4 سنين عشان يقدر يكون نفسه. الغريبة إن محمد ما اتجوزش لحد دلوقتي. أنا مستغربة بس طبعا ما سألتوش. وفي يوم قاعدة اتفاجئت بالباب بيخبط جامد. فتحت ماما
وأنا خرجت أشوف مين بيخبط بالطريقة دي. اتصدمت لما شفت سامح ومعاه واحدة أول مرة أشوفها. قلت في نفسي أكيد دي مراته. كان عندي فضول عايزة أعرف هما جايين ليه بس فضلت ساكتة. ولقيت ماما بتقوله خير يا أبو شاهندة اتفضل. ردت مراته بكل جبروت وقالت هو طبعا خير بس لينا مش ليكو، أنا حامل. ماما قالت لها ألف مبروك وجاية تقولنا ليه إن شاء الله. رد سامح بكل انعدام شخصية ولقيته بيقول بنتك يا حاجة، بنتك كانت بتضحك عليا ووهمتني العمر ده كله إني ما بخلفش وطلعت كذابة. بصيت له بصدمة وقلت له أنا كذابة؟ شكرا يا أستاذ سامح، وعموما ألف مبروك. عن إذنكم. كنت لسه هدخل جوه لقيته بيقول لي بصوت عالي لما انت عاملة استئصال رحم ما قلتليش ليه؟ وعايشتيني كل السنين دي وانا عارف ليه ان انا اللي ما بخلفش. منك لله يا شيخة، مش مسامحك على كل السنين اللي فاتت. وزي العادة مشي وسابني من غير حتى ما يسمع دفاعي عن نفسي. دخلت اوضتي وانا محتارة، رحم ايه اللي انا استأصلته؟ جاب منين الكلام ده؟ الغريبة اني ما اتضايقتش ولا حتى فكرت في كلامه، اصله ببساطة سقط من نظري وما بقاش يفرق معايا. انا بس محتارة ازاي مراته حامل وهو مش بيخلف. بس اقنعت نفسي ان ممكن يكون اتعالج. انا اصلا طول عمري ماشية بمبدأ دع الخلق للخالق. وبعد فترة اتقدم لي محمد ابن عمتي والكل رحب بالموضوع ما عدا انا، على الرغم من اني مرتاحة له نفسيا جدا. بس خفت على شعور شاهندة بنتي. رفضت محمد واول مرة احس اني اتصرفت غلط وخرجت اتمشى شوية. كنت حاسة بخنقة غير عادية ووجع في قلبي. وانا ماشية اتفاجئت بشخص ماشي ورايا وبيمسك ايدي. كنت لسه هصرخ بس لقيته محمد ولقيته بيقول لي شايف في عينيكي القبول، ليه رفضتيني؟ رديت عليه وانا كل حزن وقلت له عشان انا ام يا محمد وخايفة على مشاعر بنتي، وعشان انت ما سبقلكش الجواز قبل كده. خايفة من نظرة الناس ليا وخايفة أعيش التجربة السيئة للمرة التانية. قال لي ياه كل ده جواكي؟ قلت له أيوة. عارف يعني إيه تعيش أجمل سنين عمرك مع شخص وفي الآخر يبيعك بمنتهى السهولة؟ أنا ما بقاش عندي ثقة في أي حد يا محمد. أرجوك سيبني واتجوز واحدة تحبك وتحبها وابعد عني يا محمد. أنت من حقك تتجوز عشان تفرح مش عشان تحللي مشاكلي وتعالج عقدي النفسية. رد عليا رد عمري ما كنت أتخيله ولقيته بيقول لي بحبك من زمان وعمري ما بطلت أحبك. سكت ومعرفتش أرد. ابتسمت بخجل كأني بنت صغيرة. حسيت قد إني جميلة ومحبوبة عكس سامح اللي كنت دايما بحس إنه بيحب الفلوس أكتر مني. رحت البيت واتفاجئت بشاهندة قاعدة مستنياني ولقيتها بتقولي ماما انت فعلا هتتجوزي؟ ارتبكت وما بقتش عارفة اقول لها ايه. كملت كلامها وقالت لي حبيبتي انا فرحانة ليكي قوي. تيتا كلمتني وقالت لي وانا لما عرفت فرحت جدا. قلت لها فرحة بجد فرحانة يا شاهندة ولا جدك وستك هما اللي ضغطوا عليكي؟ انا ما يهمنيش حد ولا حتى نفسي، انتي اهم عندي حتى من نفسي يا شاهندة. ردت عليا بابتسامة وقالت لي محدش ضغط عليا، بس أنا اللي نفسي بعد اللي شفتيه تفرحي يا أمي. أنا مش صغيرة، أنا كبيرة بما فيه الكفاية إن أفهم كل اللي حصل ليكي والشدة اللي مريتي بيها واللي حصل لك ما قدرتش حتى أتخيل نفسي مكانك فيه. قربت منها وحضنتها وقلت لها ربنا يخليكي ليا. واتصلت بمحمد وقلت له أنا موافقة يا محمد. طبعا محمد كان هيطير من الفرح وحددنا ميعاد للفرح. أنا طبعا كنت رافضة فكرة إن أعمل فرح وألبس فستان، خصوصا إني في آخر الثلاثينات وجدة وخايفة الناس تتكلم عليا. بس محمد فضل يترجى فيا، يترجاني إن أوافق وقال لي أنا نفسي أفرح معاكي يا أسماء. رديت عليه بحزن وقلت له أنا مش صغيرة يا محمد، الناس مش هتسيبنا في حالنا. قال لي أولا أنت مش كبيرة،
انت اللي اتجوزتي صغيرة. ثانيا احنا مش هنعمل حاجة حرام، احنا عايزين نفرح. وبعدين انت اللي طول عمري بستناها. انا عشت عمري كله بحلم باليوم ده. مش هتحققي لي الحلم بقى؟ ده انا عشت عمري كله بطلبك من ربنا. اول مرة اشوف الحب في عيون حد، اول مرة اجرب الحب، عيوني دمعت ووافقت عشان ما زعلوش. مش بعد كل الحب والسعادة اللي قدمهم لي انا كنت سبب زعله. وفعلا عملنا فرح كبير، وكنت حاسة كأني لأول مرة بفرح. وسامح لما عرف إني اتجوزت شاب ما اتجوزت قبل كده وكمان من سني كان هيتجنن، وطبعا حس بقيمتي، بس متأخر قوي. ما هو كده البني آدم ما بيحسش بقيمة الحاجة إلا لما تروح من إيده. يوم فرح يكلم شاهندة وقال لها أنا عرفت قيمة مامتك وعايزة أرجع لها. ساعديني يا شاهندة، ساعديني يا بنتي. مراتي اللي كنت متجوزها طلعت نصابة، مثلت عليا إنها حامل وخلتني كتبت لها نص فلوسي وشقتنا اللي كنا عايشين فيها. وصحيت من النوم لقيتها هربت وسابت لي جواب بتقولي إنها مش حامل وإنها عمرها ما حبتني وإنها كانت بتحب فلوسي. ردت شاهندة عليه بحزن وقالت له كان نفسي أساعدك بس أنت جيت متأخر يا بابا. ماما فرحها النهاردة. فعلا جه متأخر. ومرت الأيام وربنا كرمني بمحمد اللي عشت معاه أجمل سنين عمري، واللي عرفت بعدها إن هو ده فعلا اللي كان لازم أكمل معاه الباقي. هو ده الراجل اللي ينفع أستند عليه، هو ده الراجل اللي كل ما أكبر هطمن على نفسي معاه. لما عرفت اللي حصل لسامح عرفت قد إيه إن ربنا عادل. هو كسرني وذلني وخد فلوسي وأنكر إن أنا شريكة كفاحه ونسي إن ربنا موجود. عشان كده اوعى تظلم وتفكر إن ربنا هيسيبك. ده ربك عمره ما بيرد دعوة المظلوم. واوعى تفكر إنك لما تتظلم حقك مش هيجي. ده ربك يمهل ولا يهمل.